مرحبا أصدقاء قناة عالم الحيوان. في كل ركن من العالم هناك أطعمة غريبة، لكن بعضها يتجاوز كل التوقعات. اليوم راح نكتشف سويا 6 أطباق حيوانية ما بين الحي، المتخمر والصادم. لكن قبل نبدأ، تخيل راك تكون في مطعم غريب وتقدم لك نادلة طبق يتحرك قدامك، أو طبق برائحة قوية تخليك تدمع قبل ما تلمسه. السؤال للجمهور: هل تجرؤ تجربها؟ وشنو أسوأ طبق ممكن تتخيلوا؟ اكتب في التعليقات قبل لا تكمل الحلقة. بالوت، بيضة البط المخصبة البلد الفلبين. الوصف: بيضة بداخلها جنين شبه مكتمل، ريش، عظام، منقار. كيف تؤكل؟ تسلق وتفتح مباشرة. يشرب السائل ثم يؤكل. الجنين ردود فعل الناس، بعضهم يشوفه عادي، البعض الآخر يصرخ. الزاوية الثقافية: طبق شعبي يعتبر مفخرة فلبينية، موجود حتى في عربات الشارع. اللي ياكله يقول الطعم بين البيض واللحم، بس التحدي في الشكل والنفسية. خوي خنزير غينيا المشوي البلد، بيرو والإكوادور. الوصف: يطهى كاملا مع الرأس والأسنان ويقدم كما هو. الناس تقول الطعم يشبه الأرنب. الجلد مقرمش الثقافة. وجبة عائلية احتفالية موجودة في الأعياد. اللي أول مرة يشوفوا المنظر غريب، بس عندهم هذا شيء عادي جدا. الفسيخ، السمك المتخمر البلد مصر. الوصف: سمك مملح يترك ليتخمر لمدة طويلة. الطعم: قوي جدا ورائحته أشهر من نار على علم الثقافة. طبق شعبي في شم النسيم رغم تحذيرات الأطباء. يا بتحبه بجنون يا ما تقدر حتى تقرب منه. 5. بلاد سوب، شوربة الدم البلد كمبوديا. الوصف: شوربة مصنوعة من دم حيواني ني ممزوج بالتوابل. الطعم: مالح وثقيل، يقدم بارد أحيانا. الثقافة: يعتبرونه مصدر بروتين قوي، وله طابع شعائري. مشهدها الحلو يخليك تراجع قرارك تدخل المطبخ. لحم الكلاب البلد بعض مناطق الصين وكوريا. الوصف: لحم كلاب يطهى بعدة طرق، مشوي، مسلوق، حساء. الجدل: انتقادات عالمية، جمعيات حقوق الحيوان ترفض الثقافة. كان جزءا من بعض المهرجانات الشعبية. عند البعض يعتبرونه غذاء تقليدي، عند آخرين جريمة أخلاقية. هذه كانت رحلتنا في أغرب أطباق حيوانية في العالم. أخبروني في التعليقات أي طبق مستحيل تلمسوه، وأي واحد ممكن تجربوه من باب الفضول. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن الحلقات الجاية راح تصدمكم أكثر.